مساء الخير يا كئيب، يا محب الشتاء، يا مختل بيولوجيا. ايه اللذة في انك تعيش في موسم كله ضلمه وغيمه ومطر وطين وكآبه، لابس 17 18 طبقه هدوم وكلسون وشرابين فوق بعض ورافعهم يغطوا ركبك، بتتحرك زي التيلي تابيز بالظبط. ده حتى الحيوانات بتدخل في بيات شتوي، الدببه بتنام شهور، والسلاحف بتدفن نفسها في الطين، والنمل بيختفي، ده حتى السنجاب بيستخبى. يا سنجاب، حتى العلم اثبت كلامي ده. جامعه نورث ويسترن الامريكيه قالت الشرايين في الشتاء بتضيق زي خلقك كده لما بتعدي ال 35، وده بيسبب ان الازمات القلبيه بتزيد بنسبه 15%. والمكتبه الوطنيه الامريكيه للطب اثبتت ان الشتاء بيحصل فيه حاجه اسمها ساد سيزونال افكتيف ديس اوردر، يعني الاضطراب العاطفي الموسمي، حزن من غير سبب، كسل غريب، نوم اكتر من العاده، فقدان للطاقه، فقدان للطاقه، مش طايق لا شغل ولا حياه، بتكلفت ببطانيه، قاعد تاكل زي ساد قشطه، بتاجل كل حاجه وتقول بعد ما يخلص الشتاء. المشكله في ان قله الشمس بتقلل فيتامين دي في الجسم، مصدر السعاده في مخك، لان الضوء الطبيعي هو اللي بيظبط الساعه البيولوجيه جوه جسم الانسان، وبيخلي هرموناتك متوازنه زي السيروتونين والميلاتونين. وغالبا النفس كمان بتزيد على الكربوهيدرات، حلويات وعيش وبطاطس واي حاجه ترفع السكر بسرعه، كأن الجسم بيحاول يعوض النور بالاكل. والعلاج ببساطه اتعرض للشمس، لايت ثيرابي. تعال بقى نشوف الصيف مثلا. الناس في الصيف بتتحرك، بتسافر، بتضحك، بتروح الجيم، طاقه بتبقى عاليه والمزاج في السماء. انما انت في الشتاء كئيب مختل بيولوجيا. يوسف ماي سون اي لاف. سلام عليكم.